طيب. السؤال السابق: هل يجوز تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة؟ هل يجوز تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة؟ هذا فيه تفصيل. لا يخلو الإنسان من حالتين إذا كرر الفاتحة: إما أن يكون عنده سهو ووسوسة فنسي أنه قرأ الفاتحة فأعاد قراءته، فإذا أعاد قراءة الفاتحة للسهو والنسيان فعلى ضربين: إما أن يتبين له أنه قرأ مرتين فيسجد سجود الزيادة بعد السلام، وإما أن لا يتبين له شيء فيسجد سجدتين قبل أن يسلم لأنه شك في الركن فأداه، وأداء الركن عند شكه يوجب سجود السهو قبل السلام. فمن شك هل ركع أو لم يركع ثم يسجد سجدتين قبل السلام حتى يجبر الزيادة إن كان قد كرر، وإذا لم يكرر تكون السجدتان ترغيما للشيطان كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه. أما لو كرر الفاتحة بدون حاجة عالما متعمدا فللعلماء فيه قولان. قال بعض العلماء: من كرر قراءة الفاتحة بطلت صلاته لأنه كرر الركن مرتين، فالفاتحة ركن قولي، ومن كرر الفاتحة مرتين كما لو كرر الركن الفعلي، كما لو ركع ركوعين في الركعة الواحدة، ومن ركع ركوعين في الركعة الواحدة متعمدا بطلت صلاته، وكمن سجد 3 سجدات، أي أنهم يقولون إن الفاتحة ركن، فمن يكررها يكرر الركن، وهذا يختاره بعض أصحاب الشافعي رحمه الله. والقول الثاني أنه لا يلزمه شيء ولكنه فعل خلاف الأولى، والقول الأول من القوة بمكان من جهة النظر الصحيح، والله تعالى أعلم.